تضررت قدرة التلاميذ في المدارس على اكتساب مهارة القراءة في مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أفادت دراسة عالمية نشرت الثلاثاء وشملت 400,000 طالب في 57 بلداً. ويؤكد معدو دراسة التقدم الدولي في مجال محو الأمية بيرلز، التي تجرى كل 5 سنوات منذ العام 2001 وتقودها جمعية عالمية غير هادفة للربح أعضاؤها من المنظمات البحثية، أن بيرلز هي أول تقييم دولي واسع النطاق يستند إلى جمع بيانات خلال فترة جائحة كوفيد-19. وسلطت الدراسة الضوء على الأثر السلبي للجائحة مع تلاميذ نصفهم تقريباً التحقوا بمدارس توقفت فيها الدروس المعتادة ل8 أسابيع أو أكثر، وتسبب وقف الدروس هذه بانحدار مستويات القراءة في 21 من أصل 32 دولة لديها بيانات قابلة للمقارنة بين عامي 2016 و2021، ووحدها 8 بلدان من بين الدول 32 حافظوا تلاميذها على مستويات القراءة، بينما سجل تقدم في هذا المستوى في 3 دول. وأظهرت غالبية دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً كبيراً في مستويات القراءة، مع تسجيل انخفاض بمتوسط 11 نقطة مقارنة بالعام 2016. وأتت مستويات 21 دولة أعلى من تلك الخاصة بفرنسا، فيما سجلت سنغافورة 578 وهونغ كونغ 573 وروسيا 567 أفضل النتائج. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي برزت كل من فنلندا 549 وبولندا 549. إلى ذلك أتى أداء الفتيات في القراءة أفضل من أداء الفتيان في مختلف البلدان التي شملتها الدراسة باستثناء إسبانيا وجمهورية التشيك.